انا عامل يعني لراجل ومراته وبنته وحماته وخالة البنت اللي هي اخت مراته، 5 في عمارة واحدة عاملين. وبعدين جالي قال لي انا عاوز اعمل لابني كمان، فقلت له طيب هاته. قال لي بس انا مش عارف اقول له ايه. يعني ما هو شايف التجربة قدامه، يعني ايه المشكلة؟ قال لا هو ما يعرفش ان احنا عاملين عمليات في بيت واحد. مش قايل لابنه، مش قايل لابنه، ان العيله كلها عامله ومش قايل. انت متخيل؟ انا مش متخيل الصراحه. انا جالي ذهول، فقلت له يعني ايه؟ ما انتوا كنتوا فين؟ يعني طب لما حد بيختفي يروح المستشفى يوم بنقول له اي حاجه، ما بنقولوش ان احنا عاملين عمليات سم، وقاعدين يلوموا الولد انه ما بيخسش. هو ده اللي بقى اللي يزعل. ازاي ما تعملش زينا؟ بالظبط، انت ليه بتخسش زي اختك؟ انت شفت باباك ساعد ازاي؟ شو الضغط نفسي عليه، هو حاسس فعلا ان هو مش طبيعي. بالظبط. العمليات مش عيب يا جماعه، ده مرض وبنعالجه، فما فيهاش حاجه خالص يعني. بالعكس، الورد اوف ماوث اهم حاجه. انت اما تسمع مني انا كدكتور غير لما تسمع من واحد عاملها. مهما كنت بتثق فيا كدكتور، لما تسمع من واحد صاحبك او واحد او اخوك او جارك هتصدقه اكتر ما هتصدق الدكتور وشايف التجربه قدامك. فبالعكس، ده نشر الوعي، ده شيء مهم جدا. يعني انا بلوم على اللي ما بيقولش، لان انت بتمنع خير حصل لك بتمنعه عن غيرك. لكن اللي بيقول صدقني كل اللي حواليه اللي عندهم مشكله بييجوا فورا يعملوا هم كمان، لانهم شافوا النتيجه.